لو بتشتري خضار وبعد يومين تلاقيه باظ، طب ايه رأيك اقولك على طريقة خلت الخضار يقعد معايا 15 يوم كاملين من غير ما يتري ولا يبوظ، حتى في الحر كمان. طريقة بسيطة جدا بس اغلب الناس بتغلط فيها. خليكي معايا وهقولك السر كله بالتفصيل في الفيديو. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. طبعا بناء على طلبات حضراتكم طلبتوا مني زي مقياد بتحتفظ بالخضار بتاعك اللي بتجيبيه كل 15 يوم. انا ما بنزلش اجيب خضاري الا كل 15 يوم. هعرفكم كل حاجه بالتفصيل في الفيديو، بس ما تسرعيش الفيديو، اسمعي الفيديو للاخر لان كل كلمه مرتبطه ببعضها يا بنات في الفيديو. اهم حاجه يا بنات، اول حاجه ابتدي بالفاكهه بتاعتنا. طبعا الفاكهه بتاعت الموسم ده، لو الجو عندك كويس وتمام هتحط الفاكهه بتاعتك في الستاند زي ما انت شايفه كده، الموز والاناناس. تمام. لو الجو حر، لو احنا في الصيف، طبعا الجو دلوقتي يعني ايه لحد ما لسه في دخول الصيف بتاعنا، فانتي ممكن بس ما تغسليش الفاكهه بتاعتك، لو دخلتيها التلاجة ما تغسليهاش. ممكن برضو تحطي الموز لان درجه الحراره بتبقى صعبه فالموز ما بيستحملش. تمام. فانا دلوقتي انا هحطه بس خلال يوم واحد بس في الستاند، ولو الجو احتر جدا وبتتخاف على الاناناس هدخله في التلاجة. يبقى عندك اي نوع فاكهه يا بنات ما تغسلوهاش، لان غسيل الفاكهه بيهلك الفاكهه وبيخليها تبوظ منك وما تاخدش وقت منك خالص في التلاجة. تمام. ما تغسلوش اي نوع فاكهه يدخل التلاجة خالص يا بنات. تاني حاجه تعالوا بقى للبيض بتاعنا. ايه اللي انت بتعمليه يا بميات ده؟ انت بتفصلي البيض ولا بتعملي بالظبط؟ انا بقسم البيض يا بنات يعني ايه تقسيمتين. تقسيمه بحط فيها البيضه اللي بعرفها قشرتها لسه طازه يعني لسه جديده بحطها في ناحيه، واللي البيضه اللي القشره بتاعتها تقيله سميكه دي بتبقى ايه قديمه بنات. فانا باخد القديم الاول واللي لسه سميكه بتاعته القشره بتاعته خفيفه بسيبه خالص للاخر. فانت البيض بتاعك وانت بتدخليه التلاجة قسميه لناحيتين تقسيمه زي ما قلت لكم، بيضه جديده وبيضه قديمه. بتاخدي الجديد الاول وبعد كده بتاخدي القديم بتاعك. تمام. كده انت ما بتهلكيش خالص. بس البيض دايما يدخل التلاجة، صيف شتاء يا بنات البيض يدخل التلاجة. ده العيش برضو اللي اشتريته عندكم في الفيديو اللي قبل ده. كل المشتريات اللي نازلها النهارده في الفيديو انا شاريها معاكم في الفيديو اللي قبل ده يا بنات. قايله لكم كل الاسعار. العيش ده انا مش بجيبه من الفرن، انا بجيبه من ست بتيجي في السوق بتبيعه في عيش نظيف جدا جدا ومضمون جدا جدا جدا. الخمس ترغيفه ب10 جنيه. هتكيسيه حسب تقسيمتك، ما تحطيش العيش كله في اكياس في كيس واحد. بتعملي تقسيمه بحيث وانت بتطلعي ما تبوظيش العيش بتاعك كله. طلعي كيس بكيس على قد الفطار على قد العشاء على قد الاستهلاك يا بنات. زي ما انا حطيته كده. الكميه اللي انت جايباها بقى قسميها بقى. تمام. ندخل بقى في الجبنه بتاعتنا. طبعا انا جايبه لكم على طول الفيديو سريع وكده وعشان ما تملوش. طبعا الجبنه القريش جايبه لكم الجبنه القريش معانا في الفيديو، وجايبه كمان الجبنه اللي احنا بنستخدمها لسندوتشات المدارس. طبعا الجبنه القريش احنا بنعمل لها لبن مغلي. تمام. او ميه الجبنه يا بنات، وترشي فيها شطه كده وشويه ملح. دي يعتبر الماده الحافظه للجبنه بتاعتك. بعد كده بنسقط فيها الجبنه القريش وندخلها التلاجة. بتاخدي بقى انت بالمعلقه خرطه بخرطه كده ومش بتبوظ منك ابدا، لان الميه ديت ماده حافظه للجبنه القريش يا بنات. تفضل عندك في التلاجة، تحطيها دايما في التلاجة صيف شتاء عشان ما تريمش منك، وعلشان مش تريم برضو ترشي شطه على وش الايه الجبنه بتاعتك. ده بيعتبر ماده حافظه وبتخلي الجبنه بتاعتك ريحتها حلوه ونضيفه جدا. هنرجع بقى للجبنه بتاعتنا بتاعت السندوتشات بتاعت الولاد. كل حاجه موجوده، اللي عايزه تسال على الاسعار موجوده في الفيديو اللي تحت ده على طول. جبنه بحطها في علبه بلاستيك نظيفه معقمه كده يا بنات، وبدخلها برضو التلاجة. بطلع منها بالمعلقه على قد بقى سندوتشات الولاد، على قد بقى الفطار الغداء العشاء اي حاجه بقى ايه انتوا بتاكلوها في اي وقت. تمام. تحط الجبنه بتاعتك بالطريقه دي، العلب بتحفظها وبتخليها تقعد لاكتر فتره ممكنه في التلاجة يا بنات. واهم حاجه برضو عايزه اقول لكم عليها في الفيديو، التروستات بتاعت التلاجة بتاعتك ليها تروستات بتتظبط في الشتاء على حاجة معينة وفي الصيف على حاجة معينة يا بنات. تمام. واللبن بتاعنا بنغسل الازاز على الحوض كويس. تمام. وندخلها الفريزر. لما بنيجي نستخدمها بنطلع ازازة اللبن قبلها تفك بساعة ولا ساعتين وبعد كده بنغليها. تعالوا بقى اقول لكم الخضار بتاعنا الطريقه العبقريه اللي كلكم سالتوني عليها والكل مستنيها. الخضار بحتفظ بيه ازاي؟ عندي الطماطم بقعد كده بجيب كل البوكسات بتاعتي. الطريقه دي معتمداها والله العظيم بقالي 8 او 9 سنين من يوم ما ابتديت. بعد ما جبت ولادي الاربعه ابتديت انزل اجيب الخضار بنفسي، ما كنتش بجيب الخضار ابدا
الطماطم بجيبها يا بنات، بحط الطماطم الطريه في طبق في بوكس، والطماطم الجامده في بوكس، بحيث ان انا اخد من الطريه الاول واسيب الجامده للسلطه وانها تقدر تستحمل او تصبر معايا ال 15 يوم. البوكسات دي بتحافظ عليها، لازم تكون متخرمه زي ما انتم شايفين كده، لانها بتعمل عامل تهويه للخضار. تمام. بحط كل نوع خضار لوحده في بوكس لوحده يا بنات زي ما انتم شايفين كده، برصهم كده بالطريقه اللي انتم شايفينها. بصوا البوكسات دي عامل رئيسي جدا يا بنات، تهويه للخضار جدا. بعد كده بحط ورقه زي ما انتم شايفين كده، الورقه دي بتعمل ايه مميزات، بتمتص الرطوبه اللي طالعه من الخضار في التلاجة. تمام. وكمان بتحفظ الخضار بتاعك من اي ميه تنزل على الخضار وتبوظه. تعالوا اقول لكم ان شاء الله، وانا وريتكم قبل كده في فيديوهات الخضار اللي كان بيقعد 15 يوم كنت بطلعه اكنه لسه شارياه بالظبط. والله العظيم يا بنات حرفيا كان بيبقى طازه جدا. بصوا بعد كده هقول لكم بقى على الطريقه، هنكمل بس مع بعض. انا بعمل ايه بقى عشان احافظ على الخضار؟ بحط ورقه على وش البوكس بتاعي كده، وادخل كيس، بس اهم حاجه الكيس الملونه يا بنات، ابيض فاتح اي لون فاتح عندك، بيستبعد الكيس السوداء من التلاجة والفريزر. عمري ما استخدمت او دخلت كيس اسود، لانه مصنوع من الزباله وجوده رديئه جدا. اوعي تدخليه بيتاكسد مع الاطعمه يا بنات، ممنوع منع البت تدخلي كيس اسود التلاجة او الفريزر زي ما انتم شايفين كده. انا بعمل كده، بحط الكيس ده بيحفظ لي الخضار بتاعي من اي نقطه ميه تنزل على الخضار. تمام. وبيحافظ على الخضار جدا. بمد ايدي طبعا في البوكس، باخد الحاجه وبغطيه بنفسه هو زي ما والله دي طريقتي اللي معتمداها بقالي 8 سنين، والخضار بيقعد اكتر من 15 يوم طازه. الفلفل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده غير الفلفل اللي انا حاطاه في البوكس، الفلفل ده بقاله 15 يوم. طب الحاجات دي في البوكسات، في حاجات ما بنحطهاش في البوكسات يا بنات البلاستيك، زي البتنجان والبسله وورق العنب والليمون، ده انا ما بحطهمش خالص في بوكسات، لان دول اللي هو اتحطوا في البوكسات بيتهدروا اكتر ما بيصبروش. دول انا بدخلهم التلاجة بالكيس الوان كده فاتحه يا بنات زي ما انتوا شايفين كده. تمام. ببرم الكيس كده وادخله التلاجة في اخر رف خالص من التلاجة. عندكم الليمون بقسمه، الليمون اصفر بحطه في ناحيه والاخضر في ناحيه عشان استهلك الاصفر اللي مش هيستحمل، وبعد كده باخد الاخضر اللي بعده. تمام. اما بالنسبه للخضره بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها كده، انا بحطها احسن طريقه، لا معلقه تحطها في كيس ولا انك تلفيها في ورق. احسن طريقه لحفظ الخضره صيف شتاء، تلف كل ربطه في رول، رول من ده يا بنات، الرول اللي هو الاسترتش. هاتي الرول الاسترتش بكر عندك في البيت، بتلف كل ربطه، اقسم بالله العظيم بتصبر معاكي جدا جدا. دي الطريقه الوحيده اللي انا جربتها، احسن من جميع الطرق اللي قبل كده. دي اللي بتحافظ على الخضار، بتحافظ على الخضر معاكي تقعد اكتر فتره ممكنه من غير ما تصفر معاكي او تذبل خالص. فالخضار اللي انتوا شايفينه كده هندخله التلاجة على طول بكياسه. بعد كده بالنسبة بقى للبصل والثوم والبطاطس والبطاطا، بنحطهم في التربو متهوي كده زي ما انتوا شايفين. بنفرش ورقة تحت كده، وبعد كده بنزل البطاطس بتاعتي زي ما هي كده، والثوم والبصل وكده. انا عندي 3 دراج، عامله واحد للبصل عفوا، عامله واحد للبصل، واحد للثوم، واحد للايه، لل للبصل والثوم والبطاطس. لو في بطاطس قديمه بحطها في الاخر، لو في بطاطس قديمه بحطها في الاول عشان اخدها قبل البطاطس الجديده. تمام. استخدموا القديم الاول بعدين تدخلوا في الجديد بعد كده يا بنات. بالنسبه للسمك انا كنت جايباه متنضف، بحطه في كيسين كده زي ما انتوا شايفين كده، وادخله الفريزر على طول من غير ما اغسله يا بنات. هو متنضف عند الراجل وغسله وكل حاجه، ما بغسلهوش، بدخله التلاجة على طول. بالنسبه بقى للبقوليات برضو بجيبها يوم الخضار كلها زي ما انتوا شايفينها كده في اكياسه. انا الاول طبعا من سنه سنتين ما كانش عندي العلب او الطقم البلاستيك ده خالص، فكنت بستخدم علب عندي اي كلام كده، او كنت ساعات بسيب الحاجات في اكياسها. بس صراحه كان موضوع مهلك جدا جدا يا بنات. اما جبت طقم البلاستيك ده صراحه والله العظيم خلى منظر مطبخ شيك جدا، حافظ لي على الحاجه من الرطوبه. طبعا انا الحاجات اللي جايباها دي كلها قايله اسعارها، انا بس بوريكم فكره ان انا بحط كل البقوليات وكل العدس وكل الحاجات ديت في غطهم في الطعم اللي انا جايباه ده، بيحافظ عليهم جدا من التسوس ومن الرطوبه، وخاصه في الصيف يا بنات. لو في حاجه محتاجه بتدخل التلاجة انا بدخلها، زي مثلا ايه، النشا بدخلها التلاجة، دي ده في عز الحر يعني مش دلوقتي. بصوا الحاجات انا برصها في المطبخ زي ما انتم شايفينها، وفر عليا بصوا منظر وشكله جميل جدا يا بنات. الطعم ده انصحكم على قد ما تقدروا، انا لسه جايباه السنه دي صراحه قبل العيد الصغير. بصوا شايفين ما شاء الله، خد عندي كل البقوليات. تحت بقى عامله بوكسات كده بحط فيها الحاجات اللي هي ايه، مشروبات التخسيس، مشروبات القهوه والحاجات دي. ده ضلفه للخزين يا بنات. دايما خلوا الخزين بتاعكم في ناحيه لوحده بعيد عن البوتاجاز والرطوبه والحوض، لا ميه ولا رطوبه بوتاجاز.
عشان الحاجة تبقى بعيدة عن التسوس خالص. ما شاء الله. كده الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.